بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: الدكاترة صالح اللهيبي ودراسته النظم الإدارية والاقتصادية في عصر النبوة. هذا هو الكتاب. مؤرخ عراقي خلوق، ولد كي يكون باحثا مقدرا من الجميع. حصل على الدكتوراه من إحدى الجامعات المغربية، ثم دكتوراه أخرى في التحقيق من إحدى الجامعات الماليزية. لذلك أحب أن أسميه الدكاترة صالح اللهيبي، قمة من قمم الأخلاق والعلم، وهو نموذج مشرف للعراق، بلد الحضارة الضاربة بجذورها في التاريخ. النظم الإدارية والاقتصادية في عصر النبوة دراسة تاريخية في ضوء صحيح مسلم، عمل علمي عراقي، وباحث قدير ينقب ويبحث ويقارن ويحلل. وبالفعل هذا العمل يذكر له، ورجع للعديد من المصادر والمراجع من أجل إبراز موضوعه، وتشعر أن لديه قدرة على التعبير عن الأفكار بسلاسة وبأسلوب رائع. الفصل الأول: حياة الإمام مسلم. ثم من بعد الفصل الثاني: التنظيمات الإدارية في المدينة المنورة في عصر النبوة. ثم من بعد ذلك الفصل الثالث: التنظيمات الإدارية العامة في الدولة الإسلامية في عصر النبوة. ثم الفصل الرابع: النشاط الزراعي في عصر النبوة. الفصل الخامس: النشاط الحرفي والصناعي في عصر النبوة. والفصل السادس: النشاط التجاري في عصر النبوة. واحتوى الكتاب على قائمة ببليوغرافية كبيرة امتدت من صفحة 281 إلى صفحة 303. والمؤلف الفاضل له عدة دراسات: التراتيب النبوية، دراسة تاريخية في ضوء صحيح البخاري. النظام القضائي والأمني في عصر النبوة، دراسة تاريخية. الفقهاء المالكيون ودورهم الإداري والاقتصادي، دراسة تاريخية. جهود المؤرخين في كتابة السيرة النبوية المختصرة والمستقلة ومفردة. المفاهيم الاقتصادية عند ابن خلدون. مراكز الأبحاث والمؤسسات الثقافية والعلمية بالإمارات والدور الحضاري المرتقب. علاقة علوم الحديث بعلم التاريخ. القيم الحضارية في الإسلام وسبل تفعيلها. التخطيط الاقتصادي في عصر النبوة، دراسة تاريخية. صناعة الأجيال في الحضارة الإسلامية. مؤرخ عالم قدير خلوق، زاملته لعدة سنوات وأتمنى له التوفيق. وبالفعل مكسب كبير لجامعة الشارقة أن يوجد فيها هذا المؤرخ العراقي الخلوق الدكاترة صالح اللهيبي. شكرا جزيلا.